الأملة. اول حاجة بتيجي في بال اي واحد او اي واحدة طبعا لما بتيجي قدامها سيرة الزيوت الهندية هي الأملة، نبتة الأملة، خلاصة نبات الأملة اللي طبعا اتعرف من الطرق الهندية الأيurvedية القديمة لعلاج كل مشاكل الشعر، سواء هتحطيه على الشعرية نفسها أو هتحطيه على فروة راسك لعلاج بقى التساقط، القشرة، مشاكل السكالب نفسها. بيعمل كده ريجوفينيشن وبيريفايف الشعراية نفسها. طيب لو انا هنا بقى عايزة استخدم زيت أملة يكون سهل ان انا الاقيه ويكون في نفس الوقت فعال ويكون نقي، هختار ايه؟ تعالي وانا اقولك بقى تختار ايه. زيت باراشوت دلوقتي بقى موجود في مصر، تقدري تلاقيه في اي حتة. ومنزلين لنا بقى زيت الأملة، وهو مميز جدا لان الكواليتي بتاعته حلوه جدا، وات ذا سيم تايم في كمان فيتامين اي. طريقه الاستخدام عادي جدا، تستخدمي حمام زيت على الفروه وتسيبيه نص ساعه وتغسليه، او تستخدميه على الشعر. انا بحب استخدمه على الشعر لان هو بيطري الشعر وبينعم الشعر، فحلو جدا. ده كان بس موجود بره، فهو بقى عندنا دلوقتي في مصر، وسهل جدا انك تلاقيه، وما تخشيش تاخدي شاور من غير ما تاخدي حبه كده وتحطيهم على شعرك او على فروه راسك ايا كان نوع شعرك، علشان يديله كده ترطيب ويديله لمعه حلوه ويغذي الشعر. فزيت أملة is a very great option من باراشوت، وطبعا كلكم عارفين باراشوت. هو كمان في منه حجمين، وزي ما انا قلت لكم سهل جدا ان انتوا تلاقوه في السوبر ماركت او تلاقوه اونلاين، وخطوه حلوه جدا قبل الشامبو. يعني انا بحب ان انا اخد منه حبه كده واحطهم على شعري والف شعري كحكه كده، وممكن البس كاب علشان الفروه كده والشعر يسخنوا واستفاد منه. حلو جدا، هيعجبكم جدا، واتس ا جريت ستيب ان انت تدخلي الزيوت في الهير كير روتين بتاعك. لذيذ يعني، لذيذ. وريحته يعني هو ريحته طبعا زيت هندي، بس انتي اول ما بتغسليه بيروح خالص، ما بيبقاش ليه اي اثر. ف go ahead and try it out.